فاول عليك جبته في نفسك جون، وفاول ليك اترد عليك بجون. ده الملخص. بس احنا كنا احسن الشوط الاول. طيب بص، لو هديت تعال اتفرج معايا بقى كده. كورنر ليك، فاول ليك، ضربه ثابته لضربه ثابته، عرضيه ليك، عرضيه ليك. كمل معايا بقى. اخطر هجمه في الشوط الاول، اخطر حتى من هجمات الاهلي، كانت لبالميراس اللي هي بتاعت ستيفاو. وطبعا مش محتاج اكلمك في ادائنا في الواحد على واحد، كان كارثه ازاي. بعدها رحت بشوطه مروان، وباحسن كره ليك في الشوط كله، العرضيه اللي اتلعبت اللي كان ممكن تتلعب احسن لوسام، بس ما اتلعبتش صح. ايوه يعني انت عايز تقول ايه؟ كنا وحشين خالص؟ بس انا عندي سؤال واحد، هل انت شفت ماتش بورتو بالميراس؟ اتفرجت هو لاعب بورتو ازاي؟ شفت كان اجريسيف ازاي وضغط عالي من فوق وكل حاجه؟ هو ما عملش معاك كده. هو شايف انه مش مضطر يعمل كده. بورتو مش هيسيب لي المساحات اللي ورا دي، فاضطر ان هو يلعبوا الضغط العالي عشان يغلطوا في منطقته. وكمان عشان، وانا اسف والله وانا بقول كده، بورتو دفاعه مش بطيء زينا، انما انت دفاعك بطيء. هو عايزك تطلع بره منطقتك، وهو بالمساحات والسرعه هيكسبك. اظن كوره الجون الثاني يعني هي اكبر دليل على اللي بنقوله ده. فمعاك هو عايزك تطلع اصلا وعايزك تهاجم. لو انت بقى ما سجلتش، ما تفرحش بالاستحواذ ولا بشكلك في الملعب لمجرد من خوفك من لما اتفرجت على ماتش بورتو بالميراس قلت يا نهار ابيض، وبعدين لما نزلت الماتش لقيت ان انت معاك الكوره وفرحان بيها. فدي حاجه علشان انت اللي مش مصدق بس نفسك. وعلى فكره انا مش بعيب فينا، انت كان ممكن تغلطه وتقلبها عليه، ده لو انت سجلت، ويبقى بقى ساعتها هو اللي قرا الماتش غلط. انما ما تفرحش وخلاص بان ليك تواجد في الثلث الهجومي، او انك عملت 1 2 حلو، طب خلاص يبقى بقى مش فارقه شوط اول من شوط ثاني. لا انا ما قلتش كده. انت المفروض تفرح بادائك في الشوط الاول، خصوصا لما تشوف الشوط الثاني. انا نفسي اعرف هو ايه اللي بيحصل بين الشوطين، كأن الفريق بيتغير تماما. هل ده توزيع جهد غلط برضه؟ تبقى ساذج، ما ينفعش تغلط نفس الغلطه وفرق بين الماتشين ايام. طب الحر والرطوبه؟ لا ده كان في ميامي. المره دي ده في اصلا الماتش وقف بسبب عاصفه رعديه، وقعدنا بتاع 45 دقيقه ما بنلعبش. مش الحر ومش الرطوبه، والله العظيم انا ما اعرفش. يعني لو انت عندك تفسير قول لي. واقول لك على حاجه بالمره بقى كده، انا مش متفائل بصراحه باحمدي نجاد اللي ماسكنا ده. عارف انه لسه بدري والراجل لسه جاي، نفس الخناقه بتاعت تشابي الونسو اللي اتخانقتوا معايا فيها. مع الفارق طبعا انا متفائل بالونسو، بس بقول ان انا ما شفتش حاجه. مش مهم القصه دي دلوقتي. هنا انا مش متفائل، مش بس بقى فنيا يا عم. فنيا حاضر، مش هتكلم فنيا خالص عشان لسه بدري اهو، تمام. بس انا هقول لك على كام نقطه مضايقني ما لهمش علاقه بقى بالفنيات اصلا. اولا مدرب ما بيتكلمش لما اللعيبه بتغلط، ما بيتكلمش لما بيطلعوا بره مراكزهم، ما بيتكلمش لما يبصوا غلط ويقعدوا يزعقوا لبعض في الملعب. طب انت هتتكلم امتى؟ فدي شخصيه، يعني انا ما بكلمتكش بقى فنيا خالص اهو. دي حاجات بقى في البيرسونا بتاعته لا مش لايقه خالص على الاهلي ولا على اللعيبه المصريه. اتنين، طب ما هو شاف نفس السيناريو بيتكرر برضو، ان اللعيبه بتقع في الشوط الثاني، ما عملش ولا تغييره، ومدرب بالميراس غير 3 بين الشوطين. استنى لحد ما بقى 2-0 وعاصفه رعديه، وبعد كده ابتدى يغير. فبصراحه لا يعني خساره السكواد ده يتجرب فيه في مدرب. بصراحه ده اقوى تشكيله للاهلي من سنين، للاسف خساره يعني دخلتك بقى في الحسابات اللي احنا حافظينها. وشوف سبحان الله، انتر ميامي كسب بورتو، تخيل. او ده بقى ما كانش الماتش هجمه وهجمه، انت كنت دعكه في الشوط الاول. ده بقى كسب بورتو وبقى معاه 4 نقط زيه زي بالميراس. طيب نصعد لما ايه يحصل؟ ركز بقى معايا عشان الحسبه. اولا لازم تكسب بورتو، يعني يا تصدق يعني تمام، معلش شر البليه. اكسب بورتو، ولازم بالميراس يكسب انتر ميامي، فيبقى الاهلي وانتر ميامي معاهم 4 نقط زي بعض. بالميراس يبقى اول. لازم بالميراس يكسب لك انتر ميامي وانت تكسب بورتو بفارق اهداف يبقى لصالحك، عشان في المواجهات المباشره احنا كده وانتر ميامي 0-0. في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي انتر ميامي +1، هو كسب النهارده 2-1. وفي اللحظه دي برضو الاهلي -2، فلازم الاهلي يجيب جونين يبقى 0 فرق الاهداف. ولو بالميراس، بما ان احنا بنقول اصلا من الاول ان بالميراس هيكسب انتر ميامي، ف1-0 هيبقوا الاثنين صفار. مكسب بقى ليك وجوان هنا اكتر يخلي الاهلي هو اللي يصعد. فهمت حاجه؟ حسبة بيرما اللي احنا متعودين عليها، اللي هي اصلا في الاخر بورتو هيكسب اصلا.